قبل ما نبدا قصتي الخوت كنطلب منكم حتى واحد ما يقلب على هذا الكتاب حيت هو كتاب السحر وتحضير الجن. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون قصه جديده. يلا باش ما نطولش عليكم خليو شي لايك شي كومونتير بارطاج وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وخلينا نبداو. قصتي بدات العام الفايت في شهر 8. كنت مخيم انا وواحد صاحبي بحال اي واحد في العطله تاع الصيف، كنا فرحانين ناشطين واكلين شاربين. جابتها الوقت عشريت قطعت ليه سبرديلته، مشينا عند واحد الخراز خليناها ليه. من بعد 3 ايام رجعنا للسبرديله، لقينا عنده واحد بنادم طويل داير اللحيه البشره ديالو بيضه، لابس جلابه وداير القوب، واخا كاين بزاف ديال الصاد. الملامح ديال داك بنادم عمرني ما نساهم، كانوا كيهضروا بواحد الطريقه من خلال الملامح ديالهم عرفت باللي موضوع خطير. غير وقفنا وهما يسكتوا، دويت مع الخراز عطينا السبرديله، بان ليا تالف سبرديله حداه وكيقلب عليها. قال لينا ساعه ورجعوا، قلنا ليه ماشي مشكل. ضربنا دوره ورجعنا عنده. شفت منظر غريب، لقينا داك بنادم باقي عند الخراز كيبكي وكيهضر بالشلحه، ما فهمت والو. الخراز حتى هو حسيت بيه مخلوع. الحاجه الوحيده اللي بقات ليه في بالي هي مني رمى داك السيد الكتاب على الخراز وقال ليه والله تنشعل العافيه والله تنشنق راسي. حنا ما فهمنا والو. الخراز حتى هو بولحيه هاز الكتاب وبدا يقرا القران بجد. حطيت ليه 10 دراهم وزنا في حالنا. قال لي لا شيري هاد الفقاعه تسطا وصافي. مشينا ونسينا المنظر، رجعنا كملنا التخييم ديالنا. دارت الايام وبدينا القرايه. واحد النهار بديت تنقلب في المكتبه تاع جدي الله يرحمه، باقي عاقل، كنقلب على كتاب تفسير ديال القران. وانا كنقلب شفت واحد الكتاب ودعيت الله كون غير ما شفتوش ولا فتحته كاع. شمس المعارف الكبرى هذا هو العنوان، ولكن فين شايف هذا الكتاب؟ بلاتي غير بلاتي هو هذا الكتاب شفتو عند الخراز. من خلال شفتي الاولى الكتاب حسيت باللي شي حاجه غادي تبدل في حياتي، حيت داك المنظر اللي وقع مع الخراز ما مشاليش من بالي. واول حاجه قريت العنوان 5 المرات بشويه كنحاول نفهم المضمون ديال الكتاب. بحكم ان جدي كان امام ومن الناس متدينين فتحته وبقيت ندور الصفحات. الحاجه الوحيده اللي لاحظتها هي لغه الكتاب، لغه غريبه وعميقه وفيها بزاف ديال الرموز. متاكد باللي داك الخط ماشي ديال جدي. كل ورقه في الكتاب مع ورقه صغيره مكتوبه بخط ليد بواحد الشكل زوين. من بعد فهمت باللي دوك الوراق هما توضيحات لدوك الرموز اللي ما مفهوماش في الكتاب. قلت صافي هادشي غير تخربيق. وبحكم الفضول مشيت للبيسي حليت جوجل، كتبت عنوان الكتاب، تما تصدمت. لقيت باللي الكتاب هو اخطر كتاب في تسخير الجن وتحضير الارواح. عينيا تحلو. دوز ديك الليله كامله كنقلب في الانترنت ونتفرج فيديوهات شهادات الناس كيقولوا باللي مات لهم شي حد بسبب هذا الكتاب. زدت قلبت وقلبت، خرجت بخلاصه ان الكتاب محرم شرعيا وفيه شي حوايج اللي اخطر السحاره ما قدروش يتحكموا فيها، وباللي كاين غير 4 نسخ لهذا الكتاب مكتوبه على جلد حيوانات اسطوريه. داروا تحاليل وبحوث وما قدروش يلقاو شي كائن عنده نفس هذا الجلد، وكاينين شي فقرات مكتوبين بالدم، حيت على حسب ما قريت المداد اللي هو خلق الله تعالى ما قدرش يكتب شي حاجه بشده الفظاعه في الكتاب، وباللي النسخ المطبوعه هي مجرد تقليد وكيغلب عليهم طابع التحريف وعمر بالاخطاء. الحاجه الوحيده اللي ما فهمتش هو كيفاش جدي عنده كتاب بحال هذا نهار الاخر. مشيت لافاك بالي تفكيري كله مع داكشي اللي قريت. انا واحد ما كيامنش بشي حاجه سميتها جنون واخا عارفهم مذكورين في القران. بحكم الفضول رجعت عند الوالده بديت كنسول فيها على الكتوبه تاع جدي اللي كان امام وما كيفارقش الجامع. اللي فهمت من الوالده هو ان ديك الكتوبه ناض عليهم صداع كبير، بحيث ان الوزاره الثقافه دارت المستحيل باش تاخذهم. اخر مره جاو شي خبراء من العراق في 2009 وبحثوا في الكتوبه وتصدموا، حيت لقاو شي كتوبه من العصور الوسطى وبالعربيه والعبريه وحتى الرومانيه، لدرجه ان الدوله عطات العائله تعويضات ماليه كبيره غير باش ياخذوا الكتوبه. ولكن كل مره كانوا كيرفضوا حيت مآمنين بلي داكشي ارث عائلي. بقيت كنفكر واش نقرا الكتاب ولا غير نبعد منه احسن ليا، وبالخصوص ملي عرفتو محرم شرعيا ومجرد القراءه ديالو كتعتبر شرك بالله تعالى. ولكن حتى انا بحال اي واحد كنت كنقول ان ما غاديش نخدم داكشي اللي فيه، انا راه غير بغيت نقرا ونثقف راسي احسن من الناس كيرتكبوا المحرمات بحال الزنا والشراب. كنت كنقول باللي مستحيل توقع ليا شي حاجه بمجرد نقرا الكتاب، ولكن نسيت بلي انا غير عبد ضعيف، اي حاجه تقدر تاثر عليا. قررت نقرا الكتاب، ولسوء الحظ ديالي تصادف هذا القرار مع العطله. اول نهار في العطله دخلت البيت ديالي حطيت قدامي الكتاب ورقه وستيلو. هذا النهار عمرو تنسى ليا. فتحت الصفحه الاولى والكلمه الاولى اللي قريت هي الحرق، وكيفاش هذا الحرق الثاني كانوا مدورين عليهم قلم الرصاص. صافي دوزت المقدمه تاع الكتاب قريتها 3 المرات صراحه ما فهمت والو الا شي كلمات بساط، حيت اللغه عميقه. حتى تفكرت دوك الوراق اللي كانوا وسط الكتاب قلبت عليهم كان فيهم ريحه الكافور مكتوبين بقلم الرصاص بخط زوين ومرتبين، لدرجه انني كنت غنسمح في الكتاب ونقراهم غير هما. اي حاجه في الكتاب الشرح ديالها بالتفصيل في دوك الوراق. 15 يوم وانا كنقرا في داك الكتاب، واخا كنت مخلوع. كنت نقرا بالليل ونعس بالنهار. كنت نقول للدار بلي عندي امتحان
الامتحانات وكنحفظ ديك 15 يوم عشت عالم اخر. شي حوايج بزاف ما كنتش كنقدر نكملهم، كيفاش تنكح جنيه، كيفاش تقتل ادمي بالسحر، كيفاش تحكم في قوم ديال الجن، وحوايج اخرين داخلين في الشرك بالله وما نقدرش نقولهم. الغريب في هذا الكتاب هو استعمال ايات قرانيه وفي بعض الاحيان اسماء الله الحسنى، وعلاش رجال الدين كيخافوا منه، ولكن شويه كدور 180 درجه للكفر والالحاد بشي هضره استغفر الله. نرجعوا للوقت اللي ساليت فيه قريت الكتاب، حسيت براسي منتقف في واحد المجال اللي قله اللي كيعرفوه. رجعت الكتاب لبلاصتو وحمدت الله ما وقع ليا والو. هنا قلت صافي داكشي غير خزعبيلات وتخربيق. من بعد شي ايام بديت كنحس بشي حوايج غراب كيوقعوا ليا، بحال ما بقيتش كنهضر بزاف، ما بقيتش نقدر نحدد بين اوقات العشيه والصباح. في الاول قلت هاتي غير تاثير الخلعه ديال الكتاب، ولكن من بعد بدا يتزاد داكشي. واحد النهار فقت في الصباح لقيت شي حاجه لونها قهوي في يديا بزوج، غسلت يدي ما بغاش يحيد، وريته الوالده تخلعات وبدات تقرا عليا القران. عيطت لواحد الفقيه بدا يسول فيا اسئله غراب، واش كتستحلم بزاف، واش كيوقعوا لك حوايج غراب في الطواليت. انا كنجاوب المهم ما نجبدش ليه الكتاب. هو يقول لي هادشي اللي في يديك حنا، والبارح العرس ديالك تزوجتي بجنيه وانا نغوت جنيه. اول مره في حياتي نتخلع هكا. بقى يصبر فيا وقال غادي يبطل هاد الزواج بقدره الله تعالى. الفقيه جاب حفنه ديال الملحه حطها في يدي وبدا يقرا شويه ديال القران. جاتني نبكيه ما بغيتش نبين للوالده وانا نقلبها ضحك. الوالده صافي غنانا الله ولينا مناسبين مع مهاروش. الوالده شافت فيا وعاد تشوفها بحال الا راني في حبل المشناقه. شفت في الوالده وقلت ليها ما تخافيش الوالده، الصراحه تعذبات معايا ولات غير هازه القران وكتقرا. في ديك الايام كنت معذب نفسانيا ما كنعرفش الاوقات. بعض المرات كيحسب ليا حنا في 2011 وبالليل كان عذاب كبر، كنحلم شي احلام غريبه بحال واحد النهار حلمت كناكل راسي بوحشيه. لحد الان كيبان لي هادشي غير تاثير نفسي، حتى لواحد النهار مع 3 ديال الليل فقط لقيت راسي كامل دمايات، كيحسب لي راسي كنحلم ولكن بان باللي رعفت. نط غسلت ورجعت نعست. الغد ليه تعاود نفس الفيلم، قلت غير صدفه ولكن ولا ديما تيوقع ليا هكا لدرجه القطن ديما في حدايا. واحد النهار مع 3 ديال الليل وانا راجع تلاقيت مع العساس، ومع انا لابس جاكيت كحله بقب كحل كيحسب ليه شفار جاي قاصدني وهز الزرواطه. قلت ليه مالك ما جيت فين نكملها؟ حتى العساس ترفع حتى للفوق وتجبد في الارض. هربت في حالي للدار. الغد ليه قالوا بلي العساس ضرباتو طونوبيل وهربت ما قلت والو. باقي لحد الان العساس ما عقل على والو. انا تاكدت بلي تزوجت جنيه ولكن علاش باقي ما شفتهاش؟ الله فاك ما بقيتش كنمشي ليها. وبالليل ديما الاحلام والرعيف حتى لواحد الخميس صافي حلفت حتى نخرج ليها نيشان، حيت قريت في الكتاب واحد الجمله يوم الخميس يلتقي قرين الشيطان ويطفو شره على الايمان، يعني بالدارجه الخميس هي ليله ابليس. دخلت شديت الكتاب مشيت لواحد الجزء تحقيق الاماني. في ديك المرحله كنت نقدر ندير اي حاجه غير نتفك من داكشي اللي عايش فيه. كاينين بزاف ديال الطرق ولكن الوحيده اللي فهمتها وكانت مشروحه في الوراق هي ديال الجدول فيها رموز نص ساعه وانا نكتب فيها، و39 خانه كتعمرهم باسماء الله الحسنى وبحوايج اخرى ما نقولهمش حيت عارف بنادم غادي يديرها. ساليت وتمنيت، جبت واحد الجنويه حطيتها حدايا وتكيت. بقيت فايق وكنخمم واش هادشي بصح ولا غير كنزيد نمرض راسي. النعاس والو والخلعه شداني. بديت كنفكر شي حوايج في الكتاب. نط شعلت الضوء رجعت تكيت وبقيت كنسي راسي. طفى الضوء بوحدو. الزغف ديال راسي وقف ليا بالخلعه. كرمت في بلاصتي ما قدرتش حتى نرمش. دازت مده وانا كارم بقوه الخلعه. القران ما عقلتش عليه. من حسيت بلي سكات وما كاين والو نط كنجري وشعلت الضوء. شديت البيسي وبقيت كندعي باش يطلع الصباح بحكم الخلعه اللي كانت فيا والمده اللي ما مشيت فيها لافاك. نط لبست عليا ومشيت مع 6 الصباح. لافاك جات خارج المدينه. قلت نجلس شويه في الغابه حدا هانيت. المهم ما نبقاش في الدار. شديت الطاكسي وصلت لقيت الدنيا كتصفر، البرد والبشري ما كايناش ريحته. جلست في واحد الكرسي درت لي زياد وتكمشت كنتامل شويه وانا نسمع صوت بحال ديال بنت صغيره. حيت السناطات ما لقيت والو وماشي صوت في الاغنيه وانا نسمع اشرف. نقص من بلاصتي وكنضوف في جنابي ما لقيت حتى واحد. مع رجعت نجلس هو يعنقني شي واحد تعنيقه ديال بصح بحال بنادم. نط كنجري بحال عليا فيا العافيه. كنغوت بالخلعه. وقفت وانا نلقى راسي رعفت. جلست ما عرف ما ندير، نمسح الدم ولا ندور نشوف شنو اللي حدايا. تسمعت نفس الصوت ولكن هذه المره في ودني. منين القلب ما سكتش في ديك اللحظه عمري باقي طويل وانا نسمع في ودني. حتى انا اول مره شفت ادمي تخلعت. انت غير سمعتيني وكنتي غتموت. والله خوتي بغيت نغوت ولكن اللغه مشات. دموعي تنزلوا لي غير بوحدهم. بقيت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبديت نقرا ايه الكرسي وانا كنبكي. وصلت للجزء ديال وسع كرسيه السماوات والارض وانا نسمع الصوت في ودني. كملت الاخر وضحك وقال كمل الصوره الاخر راني مسلمه بحالي بحالك. صافي سخفت ديك الساعه والله تسخفت. غيبت مني فتحت عيني لقيت راسي مجبد وصوت في ودني كيهضر بواحد اللهجه حنينه وبالدارجه بحال ديال الناس اللي عايشين في الخارج. ما فهمتش داكشي اللي سمعت ولكن بقيت نقرا في القران بجد وصوت في ودني كيقرا معايا.
مني شفت راسي بديت كنخربق، حبست، بقيت كنقول بالجد اشرف هادشي راه غير كتخيلو وغير في راسك، ترجع شويه صاحبي. الصوت سمعتو هضر وقال لي شوف الكاميو في الطريق كاين دايز واحد الكاميو مع شفتو جاي، كنت غنوض نجري عنده بقوه الخلعه، تا سمعت صوت في ودني، واحد جوج ثلاثه والكاميو تقلب. والله اخوتي الا ما كانش غادي حتى ب 20 كيلومتر وتقلب على جنبو. الناس علاش غادي يعرفوا الكاميو ديال الرمله اللي تقلب حدا مرجان؟ ديك اللحظه تمنيت الموت تديني وما نبقاش عايش. مشيت كنجري للكاميو وانا مخلوع اكثر من مولاه، وقفوا شي طوموبيلات وتجمعت الجوقه والشيفور خرج ما وقع ليه والو، وانا مخشي وسطهم ماشي باغي نحضر لداك الشيء ولكن خايف نبقى بوحدي. الشيفور كيعاود الناس وكيقول لهم هاد الولد شاف كل شيء، حيت بوحدي اللي كنت حاضر، وانا بقوه الخلعه كنقول ليه ما شفت والو انا عاد جيت. ما فهمت شنو، واش نرجع لدارنا ولا نشد الارض؟ شويه تفكرت الوالده ملي كانت كتبغي تضحك معايا وكتقول لي انت في التيستاج ديال البنادم، انت وصلت التيستاج ديال الجنون تحمقهم. واخا كنت في قمه الخوف ديك الساعه ولكن ضحكت من قلبي حيت امنت بديك الفكره ديال هضره الوالدين ديما بصح. رجعت جلست وشهدت وقلت اخر تايك غير يموت مرحبا بها، المهم هو تكون عندي قصه زوينه نعاودها في جهنم احسن من فرعون وهيفاء. بقيت كنفكر شنو نقول باش يرجع الصوت وانا نسمعها هضرات. تيقتيني ولا نزيد ناكد ليك؟ سكت انا في ديك اللحظه ما عرفت ما نقول، صوتي باين مخلوع وحتى لا قريت القران ما غادي ينفعني بوالو حيت هي مسلمه. الصباح كامل ما تزعجعتوش من بلاصتي، والغريب هو تجمع بنادم وصحابي حتى واحد ما لاحظني، جالس بحال ما كان بانش. دازت ساعات قريبا وبديت تنولف عليها، وليت قبل ما كنسول كانت كتجاوب. توصلت لواحد المرحله طارت مني شويه الخلعه، طلبت منها نشوفها ولكن رفضات وقالت لي بلي الجن عندهم قدره 40 مره على التشكل وباللي باقا صغيره وغادي تحتاج الفرصه ديالها مع الوقت. سولتها شحال في عمرها، صدماتني قالت لي 240 سنه، وقالت لي بلي هي من قبيله معروفه بالزين، يعني كيشبهوا الادميين غير ودنهم طويله علينا، ولكن ملي غادي نقتارنوا غنبقى نشوفها. ارتحت ليها وداك الخوف كامل بديت كنساه. سولتها واش غتبقاي تحضري ليا اللي بغيت، ضحكات وقالت لي بلي راها فقيره ومسلمه وما تقدرش تقيس الحرام. الحرام على حسب ما شرحات لي هو داك الشيء اللي كيديروه الجن المسخر واللي تيتعاون مع السحاره. كاينين شي حوايج في العالم ديالنا حنا بساط ولكن في العالم ديالهم كتشكل ثروه. الجن كيتعاونوا مع السحاره ويلبيو لهم المتطلبات ديالهم بحال معلومات اديه البشر مقابل قرابين وهدايا اللي في الغالب كتكون عتروس كحل وبخور، وفحال هاد الحوايج كيشكلوا ثروه للجنون. سولتها على بزاف ديال الحاجات ولكن الاغلبيه ما بغاتش تجاوب، خصوصا في الغيبيات فوقاش غنموت وشنو غادي نخدم، حيت قالت لي هي مسلمه والله وحده اللي كيعلم بالغيب. اخر سؤال سولته ليها هو واش الجنون كيعيشوا غير في المغرب؟ قالت لي نتوما بنادم شحال فيكم ديال الفضول. الخلاصه لداك الشيء اللي قالت بلي الجن كانوا تابعين لسيدنا سليمان، الشيء اللي فرض عليهم انهم يكونوا كلهم عرب ومغاربه، كان ابعد نقطه في ذاك العهد، وبالتحديد جبل اطلس كان فيه اكبر سجن للقوم ديالها، وبلي الجنون مخلوقات نوريه وسيدنا سليمان ما كانش كيقدر يعدمهم، كان كاين فيهم المغرب. اغلبيه كانوا الا تنفى واحد من الاهل ديالهم كيرتكبوا معاصي ويتبعوه باش يعيشوا مجموعين، الشيء اللي جعل المغرب اكثر بلد استوطنوه وهاجروا ليه من بعد الموت ديال سيدنا سليمان. وبلي العالم كامل فيه الجن وكل منطقه على حسب الثقافه ديالهم كيفاش كيعتبروهم، يا اما اشباح يا اما كائنات فضائيه. وقبل ما تمشي في حالها قالت لي بلا راها شافتني شنو درت البارح، عليها اضطرت تخاطبني وبلي داكشي اللي درت استدعيت واحد من اقوى المرادة وعقدتي معاه اتفاق باش تلبي لي طلباته ويلبي لك طلباتك. قالت لي راه كيبان قط اسود غادي يطلب منك تقول لي شنو بغيتي في ودنو وراه غايبان لك غير انت. انا في ديك اللحظه طمعت ومن الخلعه قلت في راسي نطلب منه يبعد عليا هادشي كامل، ولكن هي حست بيا وفاش فكر قالت لي راه غيطلب منك النجاسه. قلت لها كيفاش بحال حشمات تجاوب، وقالت لي تشرب دم الحيض. هنا رموش ديال عيني تشوكوا وجينا نكحلوها عميناها. البهقاء اخر كلام ليها ما غتقدرش تعاونني بوالو وبلي الاهل ديالها كيستعدوا باش ينقلوا روحي عندهم. اغلب كلامها ما فهمتوش، كنت كنطلب منها حاجه وحده وهي نشوفها ولكن ما كانش كتبغي. رجعت للدار وخلعت الطريق كامله وهي ما فرقاتنيش. واش حماقيت؟ واش كنحلم؟ كي غادي نعاود الناس هادشي؟ كي دخلت لقيت الوالده معصبه. فين كنتي؟ عيط ما نعيط لك في التليفون. لقيت الناس جاو من التارودان. اول حاجه سلمت عليهم، نقص واحد الفقيه مالك ولدي على ديك الحسانه، هذا كان هو الصغير فيهم وما بينش عليه فقيه. كانوا 4 وكلهم جالسين وكيشوفوا فيا. داك اللي ما مسوقش ناض مشى في حاله ملي حس بيهم مخلوعين منه. جلست وعيطنا للوالده
وبقينا كنشرحوا لهم الاعراض ديال داكشي اللي دزت فيه. طبعا ما عاودت لهم والو من داكشي ديال الصباح وحتى داكشي اللي كنت مخبي على الوالده. في الاخر الوالده قالت لي نوض جيب الكتاب يشوفوه. سمعوا الكتاب هضروا دقه واحده. اش من كتاب؟ جاوبتهم انا شمس المعارف. تما شفت الناس وجوههم تبدل، واحد وقف مخلوع وبدا يغوت يلا بحالنا، واش انت حماق ولا مريض؟ كان هو المخلوع فيهم وكيسولني واش قريتي في الدار. كثرت الهضره وكثر الغوات والوالده تخلعات وبدات تتزاوق فيهم ويوقفوا معانا. كلهم كانوا مخلوعين وما قدروش يقربوا الكتاب الا داك الصغير. شدو وبقى يقلب فيه وحسيت بيه ما دخل مع والو، بالعكس فرح. والناس اللي كانوا معاه كينهروا وكيقولوا لي حط داكشي من يديك، هو بحال شي دري صغير عطيتيه شي سكاته. بقينا كنهضروا مع السيموحه تارودانتي ساكن في شي باديه في النواحي ومشهور تما، السيد اللي كيرجع ليه الفضل من بعد الله تعالى. وجوج الاخرين غير ساكتين وكيشوفوا فيا، ومع انا باسل بقيت كنحمقهم. كنبقى جالس وكنحرف في عينيا ولا كنهبط الريو كنخلعهم. السيموحه شرح لنا كيفاش انني من بعد ما قريت الكتاب وليت مشرك، وبلي التفقيه في الدنيا ما يقدر يحط يدو عليا ولا ياثر عليا بشي حاجه، بالعكس يقدروا يتضروا بشي حوايج جبتهم من الكتاب. انا في هذه الحاله وليت خاطر على كل شيء، راسي وعائلتي وحتى بنادم اللي غادي يحاول يعالجني. ما خلعنيش هادشي حيت كنت عارفه، ومن بعد داكشي اللي وقع في الصباح هادشي ولا عندي عادي. موحى هضر بزاف وعلى شي حوايج في شكل مثلا المساله ديال الجنيه اللي تزوجت بيا وكيفاش انها مستحيل تبعد مني حيت انا من سلاله سليمانيه، وهادشي مفخره كبيره ليهم. مستحيل تضيع زوج بحالي من بين يديها، وبلي انت الجن الا تزوجت بادمي ما يمكنش تفارق معاه الا اذا مات وما عندهاش القدره تزوج من بعده. هادشي ما سمعتوش حيت كان بالي مع خونا اللي كيقلب في الكتاب. من الاول ما ارتحيتش ليه، كيهضر بواحد الطريقه باسله. هاد السي سحاب له انا يلا حطني الكار، عيط لي وقال لي بلي ضروري خاصو ياخذ الكتاب معاه حيت بيه غادي يقدر يبعد عليا هادشي، ولكن عرفتو كذاب ما غينفعني معاه غير الكذوب. قلت لي بلي خرجت لي معزه في المنام، وقالت لي لا خرج الكتاب من الدار غادي نخرجوا الروح اللي بقى في يدو هذا الكتاب. خونا تخلع قال لي اعوذ بالله وجبد البورطابل وبقى كيصور شي وراق وحاضي صحابو اللي يشوفوه. جوج بقى الاخرين، واحد عيط ليا وبقى كيسولني على الاحلام. بديت كنعاود ليه هو متبع معايا، حبست وقلت ليه الاحلام راه غير حالات تصويريه داكشي اللي كيطغى على التفكير ديالنا في الحياه العاديه. بغيت ندير فيها زعما دكتور، ساعه صدمني وقال لي داكشي اللي كنحلم به بالتفصيل. مشى عند صاحبه وبقى كيوشوش معاه وانا جالس وكنخمم واش نعاود لهم داكشي اللي وقع وسمعت في الصباح ولا نسكت. راه كنت غير كنتخيل. خونا باقي كيصور موحى كيشرح للوالده، انا كنشوف في الجوج شنو الذنب اللي درت في حياتي باش نستاهل هذا الشيء. كل نهار كنسول راسي نفس السؤال، واش انا ماشي بشر؟ راه ممكن نغلط ومن حقي نتوب. كيفاش انا اللي كنت كنضحك على اي واحد كيهضر على الجن وهذا العالم رجع ضحك فيا؟ خايف نعاود هذا الشيء للناس ويسحب ليهم وليت حمق. اكبر مشكل كان عندي هو كيفاش نفاليدي في القرايه. دابا وليت باغي غير نبقى بعقلي. جلسني حداه موحى وبقى كيهدئني وقال لي هادشي عنده مخرج واحد، حتى الا بقيت عايش عمري ما غنبقى طبيعي بحال الناس، وباللي مهما وصلت بيا الامور خاصني نصبر ونتحمل العواقب ديال الاخطاء ديالي. هنا كتنتهي الجزء الاول ديال القصه ديالنا، وتسناو الجزء الثاني. وبيس عليكم.